مساء الصهاينة، مؤسسة مسك يرأسها ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، استضافت الصهيوني بن تزيون، هذا الصحفي اللي يشتغل في موقع تايمز أوف إسرائيل. قالوا له حياك السعودية، قال لبيه، ومن ثم قام بزيارة المسجد النبوي الشريف. وهذا الأمر أغضب كل المسلمين، ونزلوا هاشتاج بتويتر يقول لك صهيوني بالحرم النبوي. أنتوا ليش مستغربين؟ يعني الأمير محمد بن سلمان لما سألوه عن الجنسيات اللي من الممكن أن تدخل السعودية قال كل الجنسيات وفقا للضوابط الشرعية. هذا يعني أنكم ستفتحون الباب على مصراعيه للسياحة لجميع الجنسيات بلا شك بما يتوافق مع قيمنا ومعتقداتنا. أنتوا ليش مستغربين؟ أنتوا تشوفون أن دخول هذا الصهيوني في المسجد النبوي الشريف هو تدنيس لهذا المكان الطاهر، بينما يراه الأمير محمد بن سلمان أن هذا هو المستقبل وهو الإسلام المعتدل. نحن فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان أنا مستغرب من شغلة، إن وين هيئة كبار العلماء؟ وين معالي المفتي من هذا كله؟ يوم صار حصار قطر قلتوا أن حصار قطر خير لهم، وهذا الأمر حصل في رمضان، وإحنا اليوم نسأل المفتي معالي المفتي وجود بن تزيون هذا الصهيوني في المسجد النبوي الشريف، هل هذا الشيء أيضا خير لهم؟ هذا الأمر صح ويجوز، ولماذا لا تنطقون ولو بكلمة تعقبون تبينون توضحون للمسلمين عن هذا الواقع المرير؟ وينكم؟ ليش ساكت؟ ليش ما تعبر؟ ليش ما تدافع عن المسجد النبوي؟ وين يا أخي كرامة المسلمين من هذا كله؟ هذا التساؤل اللي احنا اليوم نطرحه عليكم، ونتمنى أن نجد إجابة، ونحن نعلم أن لا يجرؤ أحد أن يجاوب على هذا السؤال. تحياتي وأشواقي.